السلام عليكم، معكم الكوتش أمل لعلاج التشنج المهبلي لا إرادي. علاج العشرات والعشرات من النساء المتشنجات. جيتكم بواحد العنوان اللي هو خطأ واحد يجعل التشنج المهبلي يستمر لسنوات طويلة. المهم، كاين واحد الخطأ كيتكرر عند بعض النساء وكيخلي التشنج المهبلي كيستمر لسنوات بدون تحسن حقيقي. يعني واخا تمشي للطبيب، واخا تمشي دير أي حاجة عملية، دير البكارة، ما تخلي ما دير حتى التمارين، تدخل عند مختصة، ولكن ما كاينش نهائيًا. المهم، الكثير منهم كيعتقدوا أن الحل هو المحاولة بالقوة، ولا كيضغطوا على النفس ديالهم حتى باش يعتدل الجسم. لكن الحقيقة أن الجسم كلما كيشعر بالخوف أو التوتر كيتشنج أكثر. هذه طبيعية، يعني ما يحتاجش كل ما كنضغط على راسي، كل ما كنبزز على راسي داك العلاج، كل ما العلاج كيتأخر. كل حاجة في الوقت ديالها، ونعطي الوقت للخدمة ديالي وندير التمارين ديالي، والأمور كلها كتحسن إن شاء الله. ملي كتدخلي في كل محاولة وأنتِ خايفة من الألم ولا الفشل، أوتوماتيكمون الدماغ كيرسل إشارة للحماية للجسم. كينغلق، كيتسد أوتوماتيكمون، يعني تلقائيًا. هداك الشيء علاش المشكلة ماشي أنك ماشي يعني ضعف منك، ولكن طريقة التعامل مع الجسم ديالك من الخوف والتوتر. العلاج الحقيقي كيبدا ملي كيحس الجسم بالأمان، بالاسترخاء التدريجي، ولكن ماشي بالإجبار ولا الاستعجال. يعني الكثير من النساء الحمد لله، أولا منهم ما تحسنوش، ولكن بعد الفهم هذه النقطة البسيطة راه الحمد لله لقاو واحد التحسن أكيد. بالتدرج أكيد، بالعلاج وأنهم يسترخيو وعرفوا كيفاش يسترخيو، وهما كيفاش غادي يخدموا داك الخدمة ديالهم، أولا كيفاش غادي يديروا ديك التمارين ديالهم. آآ غيعرفوا يتحكموا في راسهم. يعني العلاج بسيط كيف أكتر ما كتخيلوا إن شاء الله.